الحزن للدار واحد من اصحابه، هونيك في ختيار ناطر على بابه. صف المدى الازرق يتطلع ويشهق وينطر على المفرق تا يرجع احبابه. اصبر 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 على هالحال، بكره الفرج جاي. لابد له نهاية. اصبر الأم اللي غابوا أحبابها وضايع فرح أعيادها، بعيونها لون العذاب صرخة أسى عبلادها. بعيونها لون العذاب وصرخة أسى عبلادها، ومشهد حزن ما أصعبه بدموعها عم تكتبوه. وعطانا يلعب وضلوا بقانا ولادها. اصبر على هالحال، بكره الفرج جاي. والظلم مهما طال لابد له نهاية. اصبر دم المهدوب وعيد أحزاني كلها، من آلامي طل النور، من صبر المر اتحلى. من موت عملت الميلاد للأفراح وللأعياد، مرضيت بزمن الأوغاد. ظالم أرضي احتل، الظالم أرضي احتل. كذاب اللي يقول هالكلام ادهم بيك. أنا بدي أعرف من وين جابت هالسمر هالأسرار. أنت مسؤولة عن هالمكتب وأسراره. الاسرار مهمه؟ طبعا. أنا أمرت بإجراء تحقيق عاجل. هيدا ما بكفي، ما بكفي. تفضلي على شغلك، تفضلي. بسيطة يا بلال، أنت وجريدة الضمير تبعك. أنا رح أعرف كيف أدبك. والليلة الحبايب كلهم هون. الله يخليك الله يخليك. الحمد لله شفناك بخير. اهلا كيميل اهلا. يا هلا بيك استاذ بلال. ولو يا استاذ بلال شو انا لابس طاقية الاخفاء ما عبرتني بالمره. اوعى تغلط مع رجب. لا تواخذني يا رجل، فرحتي بالاستاذ عاصي نستني كل شيء. اهلا اهلا تفضل تفضل اقعد تفضل. قرب هالكرسي يا اخي وقعد حدي. يلا. شو هالموضوع الساخن المثير اللي نشته سمر بالجريدة؟ مع انها شاطره ونشيطه بشغلها، انما كيف قدرت حصلت على هالمعلومات والمستندات؟ من مصادر ادهم بيك نفسه، علما بان رفضت تذكر لي المصادر لإلي انا. المهم انت جيت بوقتك. جيت وهالمره على طول، باقي عندك. وصلني الخبر على بكره، ابعدوك نهائيا ورجب 3 اشهر. اكثر شيء فيهم يعملوه. اما انا فصيداوي متعصب مرابط بصيدا على طول. اما الاستاذ عاصي فقد آن الأوان أنك تلبس ثوبك الحقيقي. يا خي بلال، أنا ما شلحت ثوبي الحقيقي أبداً. مع هيدا وكله حتى ريحك رح أقدم استقالتي من وزارة البريد وأتفرغ. يسلم لي قرارك وتسلم لي كتابتك، من هلا أنت نائب رئيس التحرير. وهيك مرة وحدة؟ يا معالي رئيس التحرير، ما عندك شي وظيفة لابن عمك رجب مؤقتة ل3 اشهر؟ بسوي لكم قهوة إذا بدكم. وليه دخلك بدك تساوي لنا قهوة وتخسرنا موهبتك كرسام كاريكاتير؟
استاذ بلال طبعا بتعرف انه رجب بيرسم كاريكاتير باحساس كتير عالي. صحيح. تفضل انضم للقسم الفني بالجريدة. أهلا معالي الوزير. أكيد عندي الدليل المادي وصور المستندات منشورة مع الموضوع. لا 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 لا، نحن ما في بيننا وبين أدهم بيك أي خلافات شخصية. ما باقي من هالبلد إلا الحرية وحرية الصحافة بالتحديد، وما بستعد أتنازل عنها حتى مقابل حياتي يا معالي الوزير. بعدنا هيك. حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف منى؟ منى مريضة شوي مولانا. ألف سلامتها. ليه ما خبرتوني؟ قصدي ليش ما حدا خبرني؟ أنا والشيخ عبد الرحمن كنا شفنا لها حكيم. ما في داعي، شوية برد معه. هذا حبيبة قلبي قال شكرا خالتي. سلامتك يا نبي. شكرا مولانا. لو حاسة بشيء أنا مستعد جيب تصريح ونزلك على. شكرا مختار. يا ام نديم، رح ندخل بالموضوع مباشرة مشان ما نتعبك. ما تواخذوني، نسيت القهوة عن إذن. يا منى، قررنا من بكرة انه نبتدي الشغل ببيتك. قررتوا؟ بيقصد منصور أهل الضيعة يا عم نديم. فهمت، بس بمصاري مين إن شاء الله؟ ولو يا منى أنا مستعد أتحمل كل النفقات لحالي. بصفتك مين مختار؟ روقي يا منى، روقي. كل الضيعة رح تزاد. أنا متأسفة. تتأسفي؟ بس جمع مصاري. يا بنت الحلال، من وين بدك تجمعي مصاري؟ من مصاري زياد الله يرحمه، مصاري جوزي، ومصاري المرحوم محمد بركات كمان. يا جماعة، ما في فرق بين أهل الضيعة. منى تأمر، ومن على بكرة المصاري بيكونوا موجودين. لا يا خالتي، أنا رح بيع السيارة وارجع رد البيت مثل ما كان أيام زياد. سيارة بلال بعدها واقفة. المفروض نسهر بعد شوي. التعليمات بتقول انه لازم ننطره لحتى يظهر ويركب بسيارته ونضلنا وراه لحتى يوصل لقدام بيته. حطه بصندوق السيارة. ما بدنا اي خطأ. وهيدا تكملة لموضوع سمر. ممكن أجل لأنه الدنيا مقلوبة علينا والكل عم يهدد؟ نفسي اللي قلت لك اياه. انا هلا معزوم على العشاء عند بيت سمر. ما تنسي من بكره الاستاذ عاصي هو نائب رئيس التحرير، يعني كلمته ورأيه مثل كلمتي ورأيك. تفضلي هلا عشان لك، يعطيك العافيه. استاذ بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. أدهم أبو الراغب قتلوا بسببي، قتلوا بسبب موضوعي. اهدي يا سمر، هيدي إرادة الله. قتلته يا أدهم. يا سمر ما تلومي حالك، انت ما دخلك بالموضوع. صدقني يا بيك أنا ما دخلني باغتيال بلال. صحيح لما حكيت معه كنت متوتر وزعلان، بس إنما عمري ما فكرت إني أقتله. لا، هيدا مش أسلوبي. ضروري ما عليك تصدقني.
لا انا كل اللي فكرت فيه اني ابعث له الشباب يعملوا له قتله على الماشي، بس انما اغتيال لا. لا نديم بيك، والا ما كنت طلبت منك تحكيه مشان يوقف حملته ضدي. طيب شكرا، مع السلامه. ايمان، احجزي لي تذكره بكره على طياره باريس. اخ شو بك يا امي؟ جرحت اصبعي ماما. ليش فقت؟ ما عم بعرف نام. جوعان حبيبي؟ لكن شو بك؟ كيف بدنا نعيش بعد ما مات بيي؟ يا توبة امك تعال. ما بدنا نجيب مصاري. الله ما بينسى حدا. بعدين انا مطمنه. بتعرف ليش؟ لانه بيك ما مات، لانك زياد الصغير. بكفيني وجودك انت واختك. اشتغل اي شغله يا حبيبي. عن جد راسي رح ينفجر، عن جد ماني مصدق. معقول بلال ينخطف منا هيك بلحظة؟ يا ابن عمي لازم تتحلى والصبر والحكمة شو باك؟ الصبر والحكمة يا رجب، هيدا بلال. بلال رفيق الدرب الطويل اللي مشيناه بأصعب الظروف. هيدا بلال القلم نظيف، الفكر الصافي مثل نبع وسما لبنان. بلال المتواضع بشموخه مثل أرز لبنان. لا 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 هيك رح توجع لي راسي إلي كمان. بدنا نروق ونعرف كيف نفكر، نحن ما صدقنا هدينا سمر. استاذ عاصي كيفك؟ اهلا خي كامل، تفضل. شو كيفية سمر هلا؟ تركت الدكتورة سعاد معها، اعطتها حبة منوم والله يستر. لا 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 دخيلك، اوعى تقول لي راسك عم يوجعك انت كمان. بدنا نروق لنعرف شو بدنا نعمل. اللي رح اعمله رح اتهم ادهم بيك شخصي. شو رايك استاذ عاصي؟ يا ترى إذا حكيتك بتسمعيني؟ حتى لو سمعتيني ما فيك تردي، بس أكيد اشتقتي له مثلي. اشتقتي للمسة إيديه، لصريخه عليكي وزعله منك لما كنت توقفي. وأنا كمان اشتقت لك زياد. أنت ما اشتقت لي، ما اشتقت للولاد. لمين تركتنا؟ لمين؟ اللهم لا اعتراض على حكمك. ما هي واضحة مثل عين الشمس، أكيد أدهم أبو الراغب هو اللي قتل الأستاذ بلال. مبدئيا هيك بتقول المعطيات، انما بدون ادله ما فينا نوجه الاتهام لا لادهم ولا لاي جهه ثانيه. شو هالحديث يا أستاذ عاصي؟ ما تجننوني، احكي لك شي كلمة يا ابن عمي، ما هلا كنت محمس قبل شوي. استاذ عاصي معه حق رجب. بلال رحمة الله عليه كان صحفي نزيه وكاتب عظيم، هدفه الحقيقة وإظهاره للرأي العام مهما كانت النتائج، وألمه ما كان للبيع ابدا. ومشان هيك جبهه اعدائه كانت اكبر من جبهه اصدقائه، اذا جاز التعبير. هلا قوام صار عنده جبهة أعداء؟ أنت ما بتعرف خلفية الأستاذ بلال،
ولا ألم ولا معاركه. كان عنده صفحة يومية بالجريدة لمهاجمة إسرائيل وكشف نواياها العدوانية والتوسعية. كان صحفي متمرد مقتحم وضع حياته بكفه مثل قلمه. كان صحفي استثنائي. من شان هيك مات موتة استثنائية. قبل ما نوجه الاتهام لأي شخص أو لأي جهة ضروري إن نجاوب على هالسؤال. يا ترى أدهم أبو الراغب هو مدبر هالعملية؟ أكيد. ولا هالعملية من تدبير إسرائيل بواسطة عملائها؟ بيني وبينكم شي بحير. נכון, קולונל אליהו. אל תפחד. אנחנו נעשה להם בלאגן ביחד. נכון. هذا اجى هلا. لك شو بكون رايحين جايين بدون إذن؟ انا برجع بعدين. وانا كمان. סליחה, קולונל. אנחנו נחזור. מה היינו מדברים? بقعد ولا عكيفك. ممنوع. ولا جديد على التعليمات؟ بس انا امن ماني عسكري. على الكل. بأمرك. خاطرك. اشتقت لك. عن جد. طلع بعيوني. كذابة. عيونك كذابة وهيئتك كذابة. الهيئة في زعل كبير. في غش وخيانة وخداع. خيانة؟ وديع، شو علاقتك بسالي؟ فهمت. المسألة فيها غيرة. المسألة فيها قطع رقاب. ريجي، عم برجع أسألك وديع، شو علاقتك بسالي؟ قلت لك ما إلي علاقة شخصية بسالي، كانت مجرد تحريات، يعني كانت حالة، يعني كان شغل وانتهى. برافو وديع، برافو. ريجي شو في؟ أنت اللي بدك تقلي شو في قبل ما شو؟ قبل ما ودي هيدي لأبو فادي. من وين جبتي هيدي؟ مش هيدا المهم. يا ترى أبو فادي أو أي حدا من المسؤولين معه خبر إنه هالسالي اللي بتشتغل ببيت نائب القائد جاسوسة لتنظيم معادي؟ جنيتي؟ مش هيدي الحقيقة؟ ما خلق يلي بده يتهم وديع ويشك فيه، وما خلق يلي بده ينبش ورا وديع. ايدك عني، أحسن ما صرخ وجيب الكل، ايدك عني! خسارة. خسارة حبي إلك. خسارة. خسارة المفاجأة اللي كنت مخبيها عنك اللي شهر. انت تشكي فيه؟ انت؟ وانا اللي كنت مفتكرك انك عمري وحياتي ومستقبلي وعائلتي، وكنت بدي اتجوزك انت. شو قلت؟ وديع، كان مفروض تخبرني تما ازعل منك. ما بعرف كان بده يجمعنا بيت واحد كيف.
عمر واحد وعائلة وحدة ومصير واحد. مشان تتأكدي وتعرفي الحقيقة، هاي التاريخ خديه لأبو فادي وسأليه. خلصت المكتوب ريجي؟ دقيقتين بكون على مكتبك. كيفك سيدنا؟ هيدا مش وقت العشق والغرام وديع، امسكوا حالكم شوي. ابراهيم بركات، قلت لك ما رح اقبل شيء الا ما اعرف من مين. ما بدك تشوف اللي بعتوا لك الاغراض؟ تعال معي هيهم ناطرينك مكتب امر السجن. واخيرا لك يلا روح شو ناطر يلا هون. استاذ كامل، استاذ كامل، قوم يا استاذ قوم. اسم الله عليك يا ابن عمي، شخيرك واصل على الصعيدة ما خلاكنا ننام. ده الساعة هلا؟ شو صارت الساعة 1:30 الظهر. وعيتوا العصر؟ قمت ما لقيته. طيب أنا رح أقوم أغسل وشي حتى أعرف أفتح عيني. قلت لنا بدك تجيب لنا تصريح مشان نروح نشوف ابراهيم. أنا جايب له معي أغراض من الضيعة وجايب معي مكتوب من خطيبته معي. اليوم تأخرنا، بكرة الصبح بإذن الله. رح فوت البس ثيابي، ابرق اطمن على سمر وشوف إجراء دفن المرحوم بلال. من دون الأستاذ عاصي؟ أستاذ عاصي بيكون سبقنا لعند سمر أو بيت المرحوم بلال أو على الجريدة. عال أنا رح سخن المي، بنشرب شاي وبنمشي. يا رب. يلا يا ابن عمي. زهير؟ مفاجأة ما هيك؟ احلى ما فيها اني رجعت شفتك بخير. شكرا. برقبتي دين لإلكم. شو هالحكي يا زلمه؟ يا الله يا زهير. شو بك؟ اخر شيء كنت اتوقعه انه الاغراض اللي كانوا يوصلوا لي كل يوم هني منك. هلا تركنا من هالحكي وخلينا بالمهم. ما في شيء اهم من زيارتك. امك واخوتك بخير وهن بالضيعه. عم تحكي جد؟ هيدا الحكي ما في مزح. يعني انت متاكد؟ متاكد وواثق كمان. بس بس شو؟ دمروا بيت المرحوم زياد ياسين. الكلاب. اخ لو كنت برات الحبس وبالضيعه. شو كنت عملت قدام ملالات ودبابات العدو وعملائهم؟ كنت واجهتهم بمسدس، ببارودة بية، بالحجارة، بصدري هيدا. هالروح الوطنية هي مقاومة بحد ذاتها. بتعرف يا إبراهيم، بعد ما سمعت منك هالحكي اتأكدت إنه كل لبناني وطني إله دور وبوقته. ما تستعجل، كل شيء بوقته حلو. سالي. نعم ست كرم. تعي لهون. شو عم تعملي هلا؟ عم بطبخ مثل ما قلتي لي. وين الصغار؟ بجنينة عم بيلعبوا. خديهم برا. طب والطبخ اللي عم بعمله؟ سالي شو قصتك؟ الاولاد بدهم يتغدوا برا. مثل ما بتريدي. بتأخر ولا بيجي بسرعة؟ بدي اياهم ينبسطوا ويلعبوا، ماني محتاجة لإلك هلا. مثل ما بدك.
حبيبي صرت لحالي. وفر هالحكي ابو فادي تشوفك. ناطرتك حياتي. اوكي باي. وهيدي حكاية معرفتي بزهير. فعلا مثل افلام السينما. ما تتفاجئ يا ابو علي، لبنان بعده بخير. معك حق استاذ حسون، بعد في نفسيات كثير حلوه. بس انا متعجب قديش كان عم يتكلف زهير حق اغراض يوميه تجيبهم لابراهيم. المصاري مش مهمة يا ابو علي، مقدور عليها، ان شاء الله بكره بس اطلع بسدد له اياه. لكن شو هو المهم؟ موقف بحد ذاته، المشاركة، إحساسك إنه في حدا عم يهتم فيك، عم تاكل ولا لا، عم تشرب ولا لا، عم تلبس ولا لا. لك يسلم لي هالراس اللي بفكر، يسلم لي. يا حبيبي يا أبو علي. الأهم عندي هو كيف كان زهير متابع لي أخباري، كيف عرف إنه أنا هون بسجن بيروت، كيف عرف إنه أنا مشغول بالي على أمي وعلى أخواتي وعلى الضيعة، مثل كأنه إجا خصوصا لحتى يبرد لي قلبي ويطمني عليه. المهم إنك اطمنت على العيلة وارتحت وعرفت مين اللي عم بيبعث لك الأغراض. هيدي مناسبة بتستحق نحتفل فيها. على راسي. وعلى دلعونا وعلى دلعونا واجوا الحبايب تيطمنونا. وعلى دلعونا وعلى دلعونا واجوا الحبايب تيطمنونا. وعلى دلعونا وعلى دلعونا وبكره من هوني حيطلعونا. على دلعونا وعلى دلعونا وبكره من هوني حيطلعونا. وعلى دلعونا وعلى دلعونا والله يهدن هاللي احتلونا. ايوه وعلى دلعونا وعلى دلعونا والله يهدن هاللي احتلونا. شو؟ بدك تقلي مين كان معك؟ ما كان معي حدا، كنت لوحدي. كذاب ليه؟ كنتوا كتار. ما تضرب، لو كان بيي بعده طيب كان قطع لك ايدك. انت ابن مين بالضيعة؟ ابن المرحوم زياد ياسين. تذكرته. مش هيدا اللي قتلوا ابن خالته ابراهيم بركات؟ ما بعرف. ليك وليه؟ بدك تقلي مين كان معك؟ ومنين اللي حضرتك؟ ما خليك فيلم من هون. انا ما بخون رفقاتي. يعني كان معك رفقاتك؟ ما بعرف. ليك بدك تقلي اسمائهم واحد واحد ومين اللي حضرتك. نادين شو عمل؟ كان عم بيضرب الجنود بالحجاره. لو ربيتيه منيح ما كان عمل هيك. ابني مربى منيح. عموما نحن بس بدنا نعرف مين هن رفقاته ومين اللي حضرته. ما حدا حرضنا وكنت لحالي. كذاب كذاب. الجنود قالوا لي انه كان معه اولاد كثير. وليمك مشلول. هربوا. مش انت منى مرته لزياد ياسين؟ بعتقد بعد ما نسيتني. معقول انسى؟ وهل يخفى القمر؟ كل حال قضية مقتل زياد ياسين منتشرة بالضيعة. وبعدين بعتذر على اللي صار ببيتك. هيدي أوامر. شو رح تعمل فيه؟ ولا شيء. ليك حبيبي رح تروح مع أمك. شكرا. بس بشرط نبقى أصحاب. ايه؟ انت اسرائيلي او لبناني؟ نادين أنا لبناني مثلك. وليه عم بتقاتل مع الاسرائيليين؟ مش وقتها هلا ماما يلا. لا تركيه راح جاوبه. ليك حبيبي هيدي قضية معقدة. رح ابقى اروح لعندك على البيت ونشرب فنجان قهوة
واحكي لك كل القصه. يلا ماما. تفتكر رح يعترف علينا؟ ما بعرف خي. لا نديم ما بيعملها. وين اعترف؟ لك يعترف شو رح يصير؟ هلا بتكون امه عندنا ورح تعرف. الخوف من خالتي منى، لو عرفت اكيد بدها تخبر امي. عرفت كل شيء. نديم ما دخلوا، انا اللي بدك كنت تخبرني انت. يعني ما رح تخبري امي؟ ضروري امك تعرف كل شيء. يعني مانك زعلانه منا؟ بالعكس انا فخوره فيكم. بس اكيد امي لما تعرف رح تطعمينا قتله. لا ما بعتقد، لانه شفناها بالسوق وخبرناها كل شيء. من كل واحد قهوه ساده. اوكي. أنا؟ أنت شو عملت أمور؟ مختار هون؟ إيه هون، شو بتريد منه؟ الله يريحنا منك عن قريب يا رب يا رب. بدي اسالك سؤال بس خجلاني. ما تخجلي من شي ماي، الحب اللي بينك وبين ابراهيم ما بخجل. يعني عرفتي شو السؤال؟ مكتوبك حطيته بمكان امين بشنطه رجب. قبلك رجب شافه؟ اكيد. ووصلوا لابراهيم؟ بتعرفي شو احلى من كتيب الحب والشوق والانتظار؟ لقاء الحبيب. اللهفه على لقاء الحبيب، على اخباره، على موعد لقائه، يا ترى شو عم يعمل بغيابنا؟ عم يتذكر؟ عم بعيش شوق البعد مثلنا؟ المطبخ صار مثل الفل. يسلموا ايديكي. ولو ليه ما عيطتي لي تساعدك؟ هيدي مسؤوليتي انا، ولا ليه انا صديقتها لمحاسن؟ عملت لكم شراب تدقون. اهلا رجوب. الله معك ست محاسن. تفضل 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 رجوب. مرحبا صبايا. اهلا رجوب. حماتك بتحبك. ايه بس بعد ما لقيت بنتها. ما تستعجل رح تلاقيها. شو اخبارك رجوب؟ الجرعة بيوجعني كثير، بدي ست محاسن تغير لي له وجاي يخبركم انه رايح على بيروت. بيروت؟ نازله على بيروت؟ اي متى؟ المختار حيجيب لي تصريح الليلة. لو كنت عارفه وين رجب هلا كنت بعت معك شويه اغراض. بتعرف بيته لأدهم بيك؟ مين ما بيعرف بيته لأدهم بيت؟ ايه صار بدلوني. بدك تبعتي شيء لغسان؟ اسف انا سماي، ما حرق اقدر اجيب تصريح من شين قابل ابراهيم. اصلا نحن لقينا وسيله. لحظه لجيب شنطه الاسعاف وغير لك على جرحك. تفضل رجوب. ليك مختار، بدك تقنع على الضايع يتعايشوا معنا. هذا الشيء صار امر واقع. بدك احكي بصراحة زكور. لشو انا هون مختار؟ احكي مع رجالك تيحسنوا تعاملهم مع الناس. العكس هو الصحيح. ما حدا منهم طايق يطلع بواحد فينا. من سوء المعاملة كل نهار بكسروا بهالضيعة رايح جاي، شي بيتحركش بالصبايا، شي بيضايق الشباب وبيحكي حكي بلا طعمة، يضاف إلى هذا كله اقتحام البيوت. ما حدا بيقتحم اي بيت بدون اوامر مني انا، بدون اي تعليمات مؤكده. والسرقه والنهيب. شو عم تقول مختار؟ امبارح داهموا بيت ابو يوسف وسرقوا كل اللي فيه، نظفوه ما خلوا شيء، مع انه ابو يوسف له سنتين بافريقيا، يعني ما في حدا بالبيت. سمعت زكور؟ شو في غير هيك كمان؟ انت بتعرف عوايدنا منيح، منك غريب عن جنوب. عالم هون بهمها حريتها، بهمها ما حدا يمس كرامتها ولا عرضها ولا اموالها، واذا كان ولا بد من التعايش اللي عم تحكي عنه
ضروري الناس تشعر بهالشيء. على كل حال من بكره رح يتغير الوضع. رح نسلم المخفر للمساعد سالم. عين العقل، يا ريت بتعيدوا فتح نادي الضيعة، لأنه المتنفس الوحيد للشباب والصبايا. رح يصير مختار. تسلم زكور. على فوقه، شو صار بالمساعدات؟ يعني ضيق الحال والحصار، ساعدوا شوي انه اهل الضيعة المحتاجين يقبلوا ياخذوا مساعداتكم. شو صار بهيدي اللي هديناه لبيتها؟ بتقصد منى مرته لزياد ياسين. عم توصلوا لها مساعدات؟ ما كانت تقبل، انت ما بتعرف منى منيح، هيدي عنيدة وراسها يابس وشايفة حالها. وين ساكنة هلا؟ عايشة مع أمه لإبراهيم مؤقتا. خاطرك مختار. أهلين زكور. هيدول هن الشباب؟ اخترت لك افضل 10 شباب. بدنا نصفيهم لثلاثة. رح جيب لك ملفاتهم. بيتي ما برضى يسيب، بيتي انا سلاحه ما بتركوني ما بعين مفتاحه. بيتي ما برضى. هي ملفاتهم. هيدول الشباب من افضل النفسيات واحساسهم عالي جدا لقضيه الجنوب وحريته وحريه لبنان، وايمانهم بالله كبير، ومستعدين يعملوا اي شيء من شان هالقضيه لدرجه الموت. متاكد من كلامك دكتور؟ بلا هاللقب هون زهير. هيدا مش لقب، هيدي درجه علميه حقيقيه. ابو حسن انت حاصل على دكتوراه بعلم النفس والاجتماع كمان. مثل ما بتعرف نحن هون مقاومة لبنانية، جمعنا هدف واحد وإلنا شعار واحد، مقاومة أي احتلال للجنوب حتى التحرير. طيب كيف بدنا نصفيهم لثلاثة؟ حسب طبيعة المهمة اللي بدك إياها لإلن. بدنا نعلن عن الولادة الحقيقية للمقاومة اللبنانية المسلحة. بعتقد هالشي تم الإعلان عنه. كل يوم مجموعة من المقاومة اللبنانية من كل الأحزاب والطوائف عم تشتبك مع العدو. هالعملية فردية وبتمثل قفزة نوعية وتحول بأسلوب المقاومة دكتور. فردية وقفزة نوعية، يعني عملية استشهادية. مساء الخير. اهلا فريد. كيفك؟ شرف. شكرا. سألت عنك تحت، قالوا لي قاعد فوق على السطح. ليه قاعد لحالك؟ من الزهق، شو بدي اعمل؟ لك يا عبد لأمتى رح تضلك هيك؟ لحتى الله يفرجها خي فريد. انه لا حرية ولا شغل ولا بسط ولا شيء بالمرة. كل شباب الضيعة عم بتقول هيك. العالم صارت كتير مضيقة. طب على القليل ضروري نتحرك، نعمل شيء، نقاوم، نرفض هالوضع. الله يرضى عليك، وطي حسك. فجأة بتلاقيهم طبوا قدامك. كمان بدهم يمنعونا من الحكي يا عبد. هيدا الله وهيدي حكمته، وبلا نغمة نقاوم ونرفض. لك صاروا وين ما كان، وصلوا على مشارف بيروت. لك انت ليش انهزامي هيك؟
يا فريد يا حبيبي أنا واقعي، هيدا الواقع اللي لازم نقبل فيه لحتى الله يفرجها. ما هي هيك، مثل على كل واحد بيعمل لي فيها بطل وقبضاي. شوف شو صار فيك. عم تعيرني يا عبد؟ صدقني مش قصدي، بس هي هيك. مثل ما انت بعد ما اعتقلوك وعذبوك والحمد لله رجعت طيب. شو عملت؟ شو استفدت؟ غيرت من الوضع شيء؟ تعرف يا عبد، يعجبني فيك عقلك. ما كنت بفكر انك فهمان وواعي هالقد. بدك مين يقدر خي فريد؟ أنا كثير معجب فيك ومشان هيك جيتك الليلة. خير فريد، قبل شو بدك تشرب؟ ما بدي أشرب شيء. عبد، شو رأيك تشاركني بمشروع مهم؟ خليك الليلة هون معي. ما خبرت أهلي، ما الوقت مأخر، ما تخافي علي. طب بدك نوصلك؟ لا ما علي، ما في شيء بخوف، الناس كلها بعدها سهرانة. يلا باي. باي باي. ما بعرف ليه ما اجى بيا ياخذها. بده يكون انشغل، بس ما تخافي عمي، تربية إبراهيم بركات. شايف؟ شي حلو كتير. شو رأيك؟ يلا الحق.